الكاريزماتيك بيرسون أو الشخص الكاريزمي لازم يكون عنده مهارات تواصل فعال. مهارات التواصل عنده لازم تكون عالية جدا. وعندنا 5 foundations for effective communication. عندنا 5 أساسيات للتواصل الفعال. أول واحدة إنك تكون قادر تتكلم بريت مختلف. بمعنى إيه؟ تتكلم بريت سريع، تتكلم بمعدل أو إيقاع كلام سريع، وتتكلم بالديليبريت ريت، يعني الكلام بتاعك يكون متأني نوعا ما. لو انت بتتكلم مثلا في اجتماع وعايز تعمل هايلايتنج على كلمات مهمة او على توصيات مهمة في الاجتماع، وقادر كمان انك تتكلم بسلور ريت، يعني تتكلم بإيقاع بطيء نوعا ما لو الجمهور اللي قدامك مش فاهم، او لو الجمهور اللي قدامك عايز توضيح اكتر او شرح اكتر. يبقى احنا عندنا الريت او البيسنج او الايقاع، لازم تنوع ما بين الايقاع السريع، ولازم تتكلم بديليبريت ريت ايقاع متوسط، ولازم تتكلم بإيقاع بطيء. بنقدر ننوع ما بين ال3 أنواع من الإيقاع. لو جينا نشوف الخطاب الخالد أو الخطاب التاريخي لمارتن لوثر كينج I have a dream، هنلاقيه كان بيتكلم بسرعة كبيرة جدا عشان يعمل موبيليزاسيون للشعب أو موبيليزاسيون للجمهور، أو يعمل تعبئة أو تحفيز للناس اللي بيسمعوه. وهتلاقيه بيتكلم بإيقاع متوسط عشان يبدأ يخليهم ايموشنال، مشاعريا معاه، يبدأوا يكونوا انجيج، يكونوا مشتركين ومتواصلين معاه. وهتلاقيه وهو بينهي بيتكلم ببطء، او لو عايز يعمل l'importance de mots، لو عايز يعمل هايلايتنج على أهمية الكلمات l'importance de mots، هتلاقيه بيبطأ نوعا ما. لو عايز يتكلم ويقول I have a dream، عايز يدي l'importance لكلمة دريم، لكلمة غيف، لكلمة حلم، فهتلاقيه بيبطأ. لازم تتقن ال3 سرعات أو ال3 إيقاعات: الإيقاع السريع، الإيقاع المتوسط، الإيقاع البطيء. كل ده بيجي بالتدريب، بنتدرب عليه كتير قوي في كورس public speaking، بنتدرب عليه من خلال خطب جماهيرية، بنتدرب عليه من خلال ستوريز، بنتدرب عليه من خلال إلقاء شعر، بنتدرب عليه من خلال ديليفري لبرزنتيشنز مختلفة. لو انت في برزنتيشن مرة عندنا ليدي رائعة اسمها رانيا، هي ما شاء الله HR مانجر، وكانت وهي بتعمل البرزنتيشن بتاعها بتقول لي يا مروة أنا أديته قدام 8 أشخاص وكلهم ادوني تعليقات إيجابية. قالوا لها أنت الإيقاع بتاعك كان حلو، قالوا لها الأداء بتاعك كان رائع. بدأت تاخد تقييمات إيجابية عن كلامها، بدأت تاخد تقييمات إيجابية عن عرضها. طب يا مروة، هو أنا لو مانجر لازم طريقة العرض بتأثر في الجمهور؟ يس، طريقة العرض بتأثر في الجمهور، لأن ممكن جمهورك يتأثر بيك subconsciously بدون وعي، وانت تأثر فيه بصوتك، تأثر فيه بكاريزمتك. وإلا ما كناش نلاقي ليدرز زي مارتن لوثر كينج، زي السادات، زي عبد الناصر، زي أوباما، زي كينيدي، زي شيل أوباما، زي أوبرا وينفري. كتير عندنا قادة زي مصطفى كامل. القادة دول هم اللي قدروا يتواصلوا مع الناس، هم اللي قدروا يكون عندهم مهارات التواصل الفعال. ننتقل لتاني أساس من أساسيات التواصل الفعال، وهو الفوليوم. الفوليوم يعني قوة صوتك. مش معقولة هكون بكلم الناس في موضوع مهم وأنا طاقة صوتي أو قوة صوتي بالطريقة دي. لو أنا بتكلم في موضوع حالم أو موضوع كلاسيك، أوكي، القوة بتاعت الصوت مناسبة. لكن لو بتكلم مع قادة لازم قوة صوتي تكون مناسبة، لازم الفوليوم تبع صوتي أو القوة أو معدل صوتي يكون قوي. تقدر تدي قوة وتقدر تدي انخفاض لصوتك، أو تقدر تدي قوة وتقدر تسحب القوة دي من صوتك على حسب الامباكت اللي انت عايز تحطه في الجمهور. لو انت في ريونيون أو ميتنج اجتماع، فانت عايز توصل لنقطة معينة، عايز توصل هدفك. أنا ما بقول إن احنا نستعرض القوة، ولكن بقول إن احنا يكون عندنا generosity، يكون عندك كرم. كرم معناه إنك تعطي للآخرين engagement، إنك تعطي للآخرين interaction، إنك تكون متواصل معهم، إنك تتفاعل معهم. كتير من القادة بينقصهم حتة عشان يكون charismatic leader أو يكون leader، حتة إن هو يعطي قوة لصوته. هو يقول لك أنا أهم حاجة قوة أفكاري. قوة أفكارك لازم صوت ولازم تواصل ولازم فاعلية توصلها بنفس القوة اللي عندك. لو أنت عندك قوة وعندك شخص عندك أفكار كتير رائعة، عشان تطبقها أو عشان تلهم الآخرين، أي نعم لازم تصيغها بطريقة رائعة، لازم تصيغها بطريقة استراتيجية، يكون عندك strategic communication، ولازم كمان توصلها بطريقة
فيها effectiveness، فيها فعالية، فيها أداء تحس إن هو أداء قيادي، مش مجرد إن أنا أتكلم بالطريقة دي. الجينزي دلوقتي لما بييجوا يتدربوا معانا بحس إنه أغلب أصواتهم زي ال AI، فبييجوا يقولوا لي يا مروة احنا ما بنتفاعلش مع الناس، مع انهم شاطرين جدا عندهم مهارات تكنولوجية رائعة، يمكن انا ما عندي ذكاء في التكنولوجيا ما شاء الله زيهم، لكن هم في حتة انهم يأثروا على حد هم بيتكلموا معاه بيخافوا، في حتة ان هم يتواصلوا بشكل فعال مع حد بيقولوا لي مروة احنا بنحب التواصل اونلاين، بيخافوا ان هم يتواصلوا اوفلاين او يتواصلوا معاك وان تو وان او يتواصلوا معاك بشكل مباشر. كل ده لما بيجولي عندي في الكورس ببدأ أشتغل معاهم على الكاريزما، ببدأ أشتغل معاهم على الكونفيدنس، عشان تنقل أفكارك بقوة هينتقل معاها قدرتك. قد إيه عندك competence، قد إيه أنت competent في مجالك، قد إيه أنت عندك خبرة وكفاءة في مجالك. I love it so much إنك تنوع ما بين الفوليوم القوي وما بين الفوليوم اللي تحس إن فيه هدوء. طب إمتى أستخدم القوة؟ لما تكون عايز impact. طب إمتى أستخدم الهدوء؟ لما تكون عايز تنقل أفكارك بسلاسة وانسيابية وهدوء. ننتقل لثالث أساس من أساسيات التواصل الفعال وهو البيتش. البيتش معناه إنك تستخدم صوتك ارتفاع متوسط انخفاض، بمعنى إنك تكون حاسس إن صوتك عامل زي السلم الموسيقي. تقدر تستخدم الطبقة المنخفضة أو طبقة القرار. تقدر تقول النهاردة هنتكلم في اجتماع النهاردة عن 3 نقاط مهمة، دي طبقة القرار أو الطبقة الافتتاحية اللي بنفتتح بيها كلامنا. وطبقة القرار دايما بتحسس الآخر اللي عندك authority، وهتلاقي الليدرز دايما بيستخدموها. يعني كتير من الليدرز بتجيلي عشان بتتكلم بالطريقة دي، عشان عندها في آخر الستيتمنت أو آخر الجملة صوت فيمينين، يعني بمعنى النهاردة هنتكلم في اجتماع النهاردة عن حاجة مهمة جدا. على فكرة أنا أبدا ما بقلل من الأنوثة، ولكن الأنوثة لها أماكنها. لكن لو أنا في اجتماع I love it so much لو أنت في منصب managerial أو منصب قيادي مش هينفع تستخدم الطبقة الفيمينين، أما الطبقة القوية هتكون وانت بتستعرضي أفكارك في اجتماع، وانت بتستعرضي أفكارك قدام شركة تانية، وانت بتتكلمي مع فريق العمل تبعك. I love it so much إن احنا نقدر نكون عندنا كاريزما صوتية في كل مواقف حياتنا. يعني أنا لما بكون أتكلم مع أختي أو مع طفلي أو مع كلبتي غير لما أكون بتكلم مع مديري أو بكون بتكلم مع مرؤوسي أو بكون بتكلم مع رئيسي. I love it so much إن احنا يكون عندنا variety. الفرايتي دي هي اللي بتخلي الآخر يحس إنك شخص عنده ثقة وعنده credibility عالية. عندنا 3 طبقات للصوت، عندنا طبقة القرار وهي الطبقة المنخفضة، عندنا طبقة الجواب وهي الطبقة المتوسطة، عندنا طبقة جواب الجواب وهي الطبقة العالية. طبقة القرار لما تكون بتفتتح لسه كلامك، لما تكون بتفتتح العرض التقديمي بتاعك أو البرزنتيشن بتاعك. الطبقة المتوسطة لما تكون عايز تتواصل مع الجمهور وعايز منهم مشاعر، عايز إحساس أعلى، عايز تشرح أكتر. طبقة العالية أو جواب الجواب لما تكون عايز تحفيز، لما تكون عايز تعبئة للي قدامك، لما تكون عايز تلهم مشاعر الآخر للكلام اللي انت بتقوله أو لأفكارك. تبدأ تستخدم ال3 طبقات. هو أنا يا مروة لو استخدمت طبقة واحدة طول الوقت بالطريقة دي أنا هيكون تواصلي فعال؟ لا، الناس هتمل وهي بتسمعك، وممكن ما يقولولكش ان احنا خلاص احنا ملينا، بس هتلاقي كل واحد مسك موبايلاته، هتلاقي الاخر بدأ يحصل عنده distraction، هتلاقيه بيبدأ عايز يخرج بره الاجتماع، هتلاقيه لو انت محاضر هتلاقيه بيسيب المحاضرة ويخرج. لكن لو صوتك عنده resonance، عنده تغيير، عنده تلوين، عندك انك بتقدر تنوع ما بين طبقات صوتك على حسب الامباكت او التأثير اللي انت عايزه، هتلاقي الجمهور مركز معاك من أول لحظة لآخر لحظة. I love it so much إنك تتدرب على 3 طبقات. ممكن نتدرب عليهم في الأشعار، ممكن نتدرب عليهم في الخطب الجماهيرية، ممكن نتدرب عليهم في كلامنا العادي مع الناس، ممكن نتدرب عليهم كمان وإحنا قدام المراية. أعمل لنفسي كل يوم 5 دقايق قدام المراية وأجيب حتى لو ستوري أطفال. على فكرة الستوريز أو القصص الصغيرة هي من أكتر المواد أو من أكتر السكريبتات اللي تساعدك إنك تلون صوتك
تعطيك مشاعر وتعطيك كمان انك تلون ما بين الثلاث طبقات. احنا في كورس التحدث الجماهيري والكاريزما الصوتيه بنبدا نخليك تتكلم subconsciously من غير ما تركز، بتبدا تتكلم بالثلاث طبقات الصوتيه، وكمان بتبدا تذيب الخوف اللي جواك انك يكون صوتك ممل، او انك يكون صوتك ينيم الجمهور قدامك، او ان يكون صوتك مثلا مكتوم، او ان يكون صوتك فيه خايف انه هو لو عليت صوتك يكون مزعج. بنبدأ نخليك تستخدم السيلينج او السقف بتاع صوتك بطريقة فيها فعل. رابع مهارة من مهارات التواصل الفعال وهي مهمة جدا هي التون. التون معناه المشاعر اللي underneath your words، المشاعر اللي ورا الكلمات بتاعتك. حد ممكن يتكلم كلماته كلها فلات من غير مشاعر، بس هتلاقي الجمهور ما بيتأثرش بيه، هتلاقي اللي بيتكلم معاه خرج من الاجتماع أو خرج من المحادثة اللي بينهم الكونفرساسيون دي ما عندوش أي مشاعر. ليه الناس بتحب تتواصل معاك؟ عشان انت بتوصل لهم شعور معين، ممكن توصل لهم شعور إيجابي حلو، ممكن توصل لهم شعور بالقوة، ممكن توصل لهم شعور بالإلهام inspiration، ممكن توصل لهم شعور بالكرياتيفيتي إبداع، ممكن توصل لهم شعور بالسترينث القوة، ممكن توصل لهم شعور إن هم يبدأوا يفكروا زيك أو يبدأوا يقلدوك إنك تكون رول موديل، وممكن توصل لهم من غير ما تقصد شعور بالإحباط، شعور باليأس. لو المشاعر بتاع صوتك بتوصل ده، خد بالك كويس قوي من المشاعر وانت بتتكلم. هو انا هركز كمان لو انا مثلا بعمل statistics احصائيات ان انا يكون عندي مشاعر؟ يس، انت ممكن تكون بتعرض احصائيات للشركه وتقول لهم والله السنه دي الانتاج قل بنسبه 50%، فتكون بتخلي اللي قدامك كلهم عندهم يأس. انا عارفه انك بتعرض حقيقه، بس واي نوت ان الحقيقه دي يعقبها انك عايز تاخدهم لهوب معين، ان احنا قلينا بنسبه 50%، بس يا جماعه عايزين نطور. كتير من الناس ما بيقدروا يوصلوا مشاعرهم، كتير من الناس يقولون يا مروة أنا بوكر فيس، أو أنا كتوم من ناحية مشاعري. لو أنت كتوم من ناحية مشاعرك فأنت مش عارف توصل التأثير بتاعك المظبوط، ما أنتش عارف توصل للجمهور بشكل فعال. لازم تكون عارف توصل مشاعرك. أنا ما بقصد بكلمة مشاعر، كتير من الناس لما باجي أكلمهم عن حتة المشاعر بيفتكروا إن هي الحنية والرومانسية، بس ما بقصد ده. يعني سوزان فيسك بتقول، وهي أستاذة الكاريزما، بتقول عشان تكون قائد لازم يكون عندك credibility، ولازم يكون عندك warmth دفء، لازم يكون عندك مصداقية، ولازم يكون عندك دفء. يعني ان انا اتمتع بالمصداقية مع الجمهور بتاعي، يكون عندي صدق، يكون عندي ثقة، يكون عندي credibility عالية، بالاضافة يكون عندي warmth، يكون عندي دفء، الناس تقدر تحبني، الناس تحب انها تتكلم معايا، الناس تطلع بعد اي محادثة مبسوطة راضية عن نفسها. كم واحد دلوقتي لما بتقابله بتحس انك راضي عن نفسك؟ وكم واحد بتقول عليه توكسيك؟ كم واحد بتقول ان هو سمم لك يومك او خلاك مش عايز بعد كده تتواصل معاه، من كترة الكومبليننج، من كترة ان هو بينتقد، من كترة انه مش شايف في الكون حاجة حلوة. انا عارفة ان في ناس كريتيسايزر، وما بقصد ان احنا حياتنا 100% ايجابية، بس اكيد يعني ربنا نعم علينا بانعم كتير. اكيد ربنا حتى لو انت شركتك خسرانة بعد الشر، يعني اكيد ربنا انعم عليك بحاجات حلوة داخل الشركة، بتيم حلو، انعم عليك بان الشركة خلتك تكسب كتير قبل كده. حلو انك تشوف الخسائر، بس كمان لازم تلاحظ المكاسب. سمعت مرة صاحب شركة سياحة وعجبني قوي قوي، السياحة عنده أو في الفترة دي كانت واقعة، يعني ما كانش فيه دخل وما كانش فيه سياحة في الفترة دي، بس كان بيقول حاجة لطيفة قوي. كان بيقول أنا عارف إن السياحة راجعة، كان بيقول أنا عندي هوب، عندي أمل. الراجل ده ما شاء الله يعني يقدر يشد شركته تاني، يقدر يخلي شركته في مصاف الشركات اللي بتقود السياحة في مصر. العدل انك تشوف الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية. له صح ان احنا نشوف الجوانب الإيجابية بس، وله صح ان احنا نشوف الجوانب السلبية بس. لازم يكون عندنا موضوعية نيوتراليتي، ان احنا نشوف الجوانب كلها. خلي بالك من المشاعر اللي بتديها لجمهورك. خلي بالك على فكرة، ممكن حد يكون داخل في اجتماع وقاصد انه يدي مشاعر كتير قوية سلبية، عشان من كثرة ما هو بيعطي مشاعر إيجابية كتير لفريق العمل معاه، هم يعني متراخين بزيادة. ماشي، بس ابقى عارف انك هدفك من الاجتماع ده انك تحفزهم بالطريقة دي. في ناس بتتحفز بالسلبي، في ناس بتتحفز بالإيجابي، فشوف انت التيم ورك بتاعك بتحفز بأني طريقة، وابدأ اتكلم معاه بالطريقة دي.
خلي بالنا من ان مشاعرنا او ان احنا كلامنا بطريقة معينة بمشاعر معينة هيوصل الرسالة بتاعتنا اما بطريقة فعالة او اما انه هياخد وينتقص من الرسالة بتاعتنا ومن قوتها، وهيخلينا مش قادرين نوصل للجمهور بالشكل الصحيح او بالشكل اللي احنا عندنا تصور عنه. كتير من الناس تيجي تقول لي انا ما كانش قصدي كده من الكلام. طب كان قصدك ايه؟ ما كانش قصدي ان انا انقل الصورة دي. فاتكلم المشاعر المظبوطة اللي انت عايزها. كتير من الناس ما بيعرفوا يحرروا مشاعرهم. احنا عندنا في كورس Public Speaking بخليك تتعامل مع نصوص مختلفة تخرج مشاعرك، وبخليك في بيئة آمنة تقدر تعبر عن مشاعرك قدام عدد كبير من زمايلك بطريقة مشجعة وبطريقة cooperative، بطريقة فيها تعاون يخليك تحس بالحرية التامة وانت بتعبر عن مشاعرك. نيجي لآخر مهارة من مهارات التواصل الفعال، وهي البوز، الوقفة أو السكتة الكلامية. الصمت بيخوف ناس كتير قوي. الصمت بيخلي الناس تواجه نفسها. كتير من الناس تقول لي ما بعرفش أقعد وأنا عندي في مرحلة صمت، وكتير من الناس بتخاف وهي بتتكلم تاخد وقفات صمت. ما تخافش من وقفة الصمت. وقفة الصمت هتدي تأثير لكلامك. هتلاقي الليدرز في وقفات صمت كتير في كلامهم. وقفة الصمت ليها فوائد كبيرة قوي. أول حاجة بتخليك تتخلص من الستاترينج، بتخليك تتخلص من التلعثم. 2 بتخليك تنظم أفكارك. 3 بتخليك تأثر على جمهورك لأنه بيبقى مترقب أنت هتقول إيه. رابع حاجة بتخليك تاخد تنفس حتى تبدأ تبلع ريقك، بتخليك تتكلم بحرية. خامس حاجة في وقفة الصمت بتخلي الكلام يطلع منك بفلوينسي، بطلاقة، مش انك تتكلم بسرعة كبيرة جدا جدا وبعد كده تتلعثم. فالله so much انك تتعود على وقفات الصمت. الصمت مريح لو انت مارسته بشكل يومي على الأقل 3 دقايق كل يوم مع نفسك. صمت من أهميته انه يخليك تستمع للآخر. لو انت ما بتعرفش توقف أفكارك أو ما بتعرفش انك تاخد وقفات صمت، مش هتقدر تسمع اللي قدامك، مش هيقدر يكون عندك effective listening، مش هتقدر تتواصل بشكل فعال مع الآخر. هيبقى كلامك كله مونولوج مش دايالوج. مونولوج يعني انت بتتكلم بس لوحدك، لكن دايالوج لازم يكون في interaction ما بينك وما بين الآخر، انك تتكلم وتسكت وهو يبدأ يتكلم، وتبدأ تسمع وهو يبدأ يتكلم، وهو يبدأ يسمع وانت تبدأ تتكلم. فالله so much انك تفعل وقفات الصمت في كلامك. وانا بدرب كتير متدربيني انهم يفعلوا وقفات الصمت. شفت ان وقفات الصمت بتخلص كتير من المتدربين من مشاكل كانوا يعني مرعوبين من الكلام قدام الناس بسببها، كانوا مرعوبين من التلعثم، كانوا مرعوبين انهم ما بيعرفوش ينظموا افكارهم، كانوا مرعوبين انه ما بيعرف ياخد نفس، كان مرعوب ان هو بيرتعش وعنده هزة في صوته. لو خدت وقفة صمت هتعرف تتنفس، هتعرف تفكر، هتعرف تخطط لكلامك، هتعرف تستمع للآخر. دول كانوا 5 foundations for effective communication. واستنوني إن شاء الله بإذن الله بعد كده في نصايح كتير، ونتكلم عن البابليك سبيكينج وعن الكاريزما الصوتية، وإن إزاي أنت شخص رائع وجواك بوتنشال كبير، إزاي تخرجه للناس، إزاي تعمل له بروجيكشن. ده بعد كده إن شاء الله اللي هنتدرب عليه من خلال تقنيات عملية. انتظروني بإذن الله في فيديوهات جاية كتير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتبعته لأكتر حد محتاجه. ما تخليش الفيديو يقف عندك، خليه ينتشر وخلي ناس أكتر تستفيد. أشوفكم على خير. كانت معكم مروة الإبياوي، مدربة الصوت والتحدث الجماهيري. أشوفكم بكل الخير والحب والسلام.